بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير، سواء اللي متبعني او اللي ما متبعنيش. يعني اي واحد كيتشوف هذا الفيديو مرحبا بكم معايا. انا رجعت من جديد بعد غياب طويل، رجعت بتشكيله ان شاء الله ديال الحلويات ديال عيد الفطر. ان شاء الله اللي كنتمنى تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها. غنبدا معكم هذه التشكيله بالحلوى ديال كاوكاو، الحلوى الشماليه 100%. يعني هي السهله الممتنعه، يعني شي حاجه اللي سهله، ولكن خاصكم تبعوا النصائح باش تحصلوا على هذه النتيجه. هذه واحد الحلوى اللي ضروري ما تكون حاضره في المناسبات والاعياد. يعني حاليا الناس تخلت عليها في المناسبات، ولكن في الاعياد ضروري منها. يعني اذا ما حضرتش الحلوى كاوكاو في التبصيل فحالي ما كاين حتى شي حاجه. فكيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه وبنينه، كتجي غزاله بزاف هاد الحلوى. فاللي عندها كاوكاو في الدار توجدوا وتبع الطريقه وتبع الفيديو وتسمع النصائح وتجرب هاد الحلوى باش تحصل على هاد النتيجه. انا متاكده ما غتوليوش ما غتبقاش تخطاكم ان شاء الله. فهنا كيف ما كتشوفوا انا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو. هذا كاوكاو اللي الحب ديالو طويل كيكون بلا قشور، ماشي البلدي. عملت له 2 ديال الزيت ودخلته الفران حتى تحمص. كيف ما كتشوفوا يعني انا اخذه لي واحد اللون بالزايد. عاد عندي شي حبيبات محروقين، المهم ديروا راسكم ما شفتوا والو. غنطحنوا في هذه الاله هذه. من الاحسن فالهشوار ما كيعطيناش النتيجه المرغوب فيها، من الاحسن تكون هذه الاله هذه اولا تكون شي اله كطحن مزيان. كيف ما كتشوفوا انا هنايا ماشي هذه هي النتيجه اللي خاصني. كما كتشوفوا انا نزيد نطحنو حتى نحصل كما كتشوفوا هذه هي النتيجه. نتحصل عليه بهذا الشكل هذا، ما نزيدلوش طحنه اكثر من هذا. هذا هو القوام اللي باغيه انا. ما نخليش كاوكاو يطلق الزيت ديالو بزاف، يعني اون فوا هذا يعني تطحن مزيان نحيدو صافي. هذا هو القياس اللي عندي نص كيلو. غنجيو هيدا نعملو في واحد الاناء فاش غنخدم هاد الحلوى هادي. كيف ما قلت لكم هاد الحلوى هادي المكونات ديالها بساطين. يعني البطل هو كاوكاو، والباقي المكونات اللي باقيين راه كاينه في اي مطبخ. هنا ضفت السكر كلاصي، وهنا غادي نقول لكم واحد يعني هي هاد الحلوى هادي في القديم كانت كتخدم بالسكر الخشن اولا بالسكر السمين، يعني السكر العادي. انا هنايا عملتها بالسكر كلاصي باش نختصر عليا الجهد ونختصر عليا الوقت. الاخوات اللي ما عندهمش السكر كلاصي ولا اللي ما توفرش عندها السكر كلاصي تعمل السكر سنيده. انما اول حاجه غتخدم السكر مع الزيت، ما تحملش الطريقه كيف ما عملت انا. غتبدا بالسكر مع الزيت تخدمهم تقريبا من 5 حتى 7 ديال الدقائق. هيدا تحك داك السكر مزيان مع الزيت، عاد تضيف كاوكاو والمكونات المتبقيه. الوغ كيف ما شفتوا معايا انا عملت كاوكاو اللي طحنته معكم، عملت عليه السكر كلاصي. السكر كلاصي هنايا كنعمل داك الزليفه اللي قيس فيها كاوكاو اللي كان فيها نص كيلو كاوكاو. غنعمل تقريبا نص وغنزيد اصبع هيدا ديال السكر كلاصي. ما تنساوش حنا غنزيدو نفندوها في السكر كلاصي من بعد، فما كاينلاش نديرو السكر بزاف من دابا. يعني نفس القياس سواء السكر كلاصي او لا السكر الخشن غتعملوا نفس القياس. يعني داك الزلافه اللي عملت فيها نص كيلو ديال الكاوكاو غنعمل النصف ديالها زايد اصبع قياس ديال السكر، نفس القياس ديال الزيت. واحد الرشيشه ديال القرفه كيف ما شفتوا. ما تنساوش القبصه ديال الملح، و8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وغادي نبدا نجمع بالدقيق، يعني ولا اسهل ولا اسرع من هذه الحلوى هذه. والمذاق والنتيجه في الاخير يعني شي حاجه اللي هي رائعه. كنصحكم تجربوها يعني بعينيكم مغمضين. انا اكيده اذا تبعتوا الفيديو وسمعتوا لهاد النصائح ديالي فان شاء الله غتنجح معكم. كيف ما كتشوفوا كنبدا نجمع هيدا. بالنسبه للدقيق فانا ما نعطيكمش القياس ديال الدقيق. انا هنايا تقريبا خدات لي زلافه وربع ديال الدقيق. يعني هي راه ما كتاخذش الدقيق بزاف. صافي اون فوا تجمعنا هيدا غنقول لكم نعركوها ندعكوها ندلكوها. المهم اي مصطلح يعني شي حاجه لا غنبقى نضغط عليها شويه بالراحه ديال اليد ديالي. هيدا بهذا الشكل هذا. تشوفوا البنات بحال يعني باش نشبهها لكم ونسهلها عليكم بحال اللي كنخدموا الصفوف. ملي كنبغيو نعلقوا الصفوف كنخدموه مزيان. هيدا هاد الحلوى قياس ديال واحد جوج اولا 3 ديال الدقائق تخدموها مزيان. وهذا هو القوام. انتبهوا معايا، هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه. يعني ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه يعني ميمطو ما تكونش قاصحه. يعني هذه هي النتيجه اللي خاصنا نتحصلوا عليها. صافي انا هنايا غادي نشعل الفران على 180 درجه اللي هي حاره متوسطه. يعني نقولوا ماشي تكون عاليه شويه ولكن هي متوسطه. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز اعملوا الفران على نار متوسطه. وراه كل وحده كتفهم كيفاش تعملوا مع الفران ديالها. انا غنعملها في الفران الكهربائي.
غنعملها بلا مروحه. اللي عندها مروحه تعمل المروحه. انا غنطيبها عادي، غنعمل الطاوه ديالي في الوسط وغادي نعمل الحراره من الفوق ومن التحت، وغادي ندخلها القياس ديال يعني حضيو معاها، هي راه ما كتاخذش الوقت بزاف، قياس ديال 12 حتى ل 15 دقيقه على حسب الحراره ديال الفرن كيف ما سبق ذكرت لكم. المهم حضيو معاها، هي راه ما كتاخذش الوقت بزاف. كيف ما شفتوا ما كاين لا بيض لا زبده يعني لا جنجلان لا حتى شي حاجه. انا عملتها لكم على الطريقه الاصيله ديالها، الطريقه القديمه. الاختلاف الوحيد اللي هنايا هو السكر. انا نقصت على راسي تماره وعملت السكر كلاصي، ما خدمتش السكر خشن، ولكن راه نفس النتيجه. صافي كنعملوا الاصابع هيدا، نحاولوا نجيبوهم قادين اولا قد بعضهم هيدا، يعني عيننا ميزاننا، هذا هو الشكل. وندخلها الفران كيف ما سبق وذكرت لكم البنات، تحضيو معها الفران. صافي ومني غتخرج غادي تشوفوا الشكل ديالها. عفوا واحد الخطأ تقني. وصافي هذا هو الشكل ديالها، شوفوا كيفاش كتجي، يعني كتاخذ لنا اللون ذهبي، يعني كتجي يعني شنقول لكم كتجي رائعه الحلوى هذه. كنصحكم تخليوها تبرد تماما، يعني هي تقريبا خليتها انا واحد 10 دقائق ولكن مازال دافيه. هيدا كيف ما كتشوفوا انا قيسها غير بالصبع ديالي باش نهزها نوريها لكم. بدات كتفرتت، يعني كتجي هيدا يعني قابطه راسها، ولكن في نفس الوقت هشيشه هشيشه بزاف. يعني هاد الحلوى هادي راه شنقول لكم شي حاجه اللي يعني ضد الطفوله وضد الذاكره، يعني عريقه ومزيونه مزيونه بزاف. يعني اللي عمره ما جربها كنصحكم تجربوها، خطيره هاد الحلوى مزيونه بزاف. صافي ودابا غادي تشوفوا معايا. وقبل ما نمشي يعني باش نلويها في الكويغطات، ما ننساش نقول لكم بان كتخرج واحد الكميه اللي هي مهمه، تقريبا نص كيلو الكاوكاو كيخرج لنا تقريبا كيلو ديال هاد الحلوى ديال الكاوكاو. يعني كيخرج لنا ملي كنعملوا لها السكر كلاصي وكنلفوها في هذا الورق ديالها الخاص بها، فهي تقريبا كتخرج لنا ما بين 800 حتى الكيلو، ما بين 800 غرام 950، يعني نقولوا حنايا كيلو كاع. يعني كتخرج في القياس في حدود ديال كيلو، ماشي اكثر من كيلو ولكن في حدود كيلو. صافي كنحتاجوا هذا الورق هذا وهاد الكويغطات هادو، راه معروفين ومتوفرين. يعني هذا هو المميز فيها. يعني شنو نقول لكم، هاد الحلوى قديمه وبهذه الطريقه هذه، واخا تقدمت الحلوى واخا طورات يعني بزاف، ولكن بقات هاد الحلوى هذه بهاد الكويغطات هادو يعني ما نقدروش نغيروا لا الشكل ديالها ابدا. كنلفوها هيدا كنحصلوا على هاد النتيجه هذه ولا على هاد الشكل هذا. كما تشوفوا انا نعمل معكم شي وحيده اخرى او جوج اخرين، وكنظن يعني واضح الفيديو واضح. الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما تنساوش تشاركوا. الناس يعني اللي مهتمين بهذه الوصفات ما تنساوش البارطاج، وما تنساونيش من التعليق ديالكم. راه اذا كتبتوا تعليق ما غتخسروا والو، بالعكس. وهذه هي النتيجه ديالنا ديال الحلوى ديالنا ديال الكاوكاو. كيف ما سبق وذكرت اللي ضروري ما تكون حاضره في الطبسيل ديال العيد. كنتمنى تكونوا سمعتوا النصائح وتكونوا تبعتوا الفيديو بتأني باش تحصلوا على النتيجه. يعني هذه الحلوى هذه راه هي من الحلويات السهل الممتنه، يعني حلوه سهله 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 بزاف، ولكن خصكم تتبعوا النصائح اللي قلت باش تحصلوا على هذه النتيجه هذه، باش ما تسيحلكمش، لان كاين بزاف الناس كتسيح لهم في الفران، وباش ما تجيكمش في نفس الوقت قاصحه. هي الا جات قاصحه ما كتجيش زوينه، واذا جات سايحه راه ما كتجبر ما تهز فيها ولا ما كتجبر، يعني ما كت يعني خاصك ديك الساعه تاكلها بشي معلقه وصافي، يعني كتضيع. فهذا هو القوام وهذه هي النتيجه. هذه هي الحلوى كاوكاو ناجحه 100%. نتلاقاكم في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله.